اتصالات. اوكي، الو الو الو، بدي يلي عم يتصل فينا يسمعنا من اباري التليفون. الو، راح الاتصال. انا رقم مطلوب. الو الو، مرحبا، مين معي؟ ما سمعت الاسم. اهلا وسهلا فيكي، بدك تعلي صوتك وانا رح اعطيكي زكي هلا. يلا اوكي يلا. هلا صار احسن بكتير. يلا تفضلي. بونجور زكي. اذا متخبي من الماما من تحت الحرام شي تاني. كيفك زكي؟ ماشي الحال حبيبي. بسلم عليك العائلة الزكوية وصل وخصوصا دانا ياسين. مين ما سمعت؟ دانا ياسين. ايه حبيبتي سلم عليها. وبنحب كثير. اذا عم تسمعنا كمان هي دانا من الناس اللي حقيني دايما بوجه لها تحيه كثير كبيره كمان. عندك شيء تساليه؟ بحس حالي مذيع هلا. بدك في اغنيه يعني هلا قريبا؟ ايه حبيبتي ان شاء الله في اغنيه للجيش اللبناني قريبا عم نحكي عنها، ورح يسمعنا مقطع منها كمان. ايه بتأمر. ان شاء الله. يلا وفي اغنيه خاصه ان شاء الله كمان قريبا. ان شاء الله، ناطرينك اكيد حبيبتي ان شاء الله. يلا بدك شيء؟ بدي سلامة عيونك. ميرسي لاتصالك. باي باي. رح ناخد كمان وثقتين من الاتصالات بس بعد شوي، لأنه في كتير ضغط على الخطوط. بعد 10 دقايق لأنه نقدر نحن كمان نستفيد من وجودك معنا زكي ونحكي أكتر. خبرني من أول أغنية لكيف قدرت كنا عم نقول إنه من كلمات وألحان كلمات علي مولا. نعم. وألحان صلاح الكردي. وكانت هي أغنية لبنانية اللون الرومانسي. كانت كيف قدرتي حكي عنها كتير أنا قبل هلا، إنه كيف قدرتي كانت مثل هي إنه إثبات إنه أنا بقدر أجيد أكتر من نوع غنائي. أنا كنت معروف باللون الجبلي، فحبيت إنه شكل على أغنية رومانسية. من بعدها اختارنا لحرق الدنيا كمان، أغنية كانت أنا بحب هاللهجة، بحب هالنمط من الأغاني، حسوا شيء بيشبهني. مين عمل لك إياها؟ لحرق الدنيا كانت كلمات حسن عباس وألحان باسم يحيى وتوزيع علي حسون. كيف قدرتي كانت توزيع عمر صباغ. كمان رحت للون حبيت هاللون، حبيت كلامه، حبيت لحنه، بحسه قريب مني بيشبهني. رحنا اللون البداوي والحمد لله كمان على من وقت ما تخرجت من ستار أكاديمي زكي لحديت اليوم، انت يعني فينا نعتبر انه انت فنان صاعد، عندك جمهورك، عم تشتغل على حالك، بس هل لقيت صعوبات لحتى تقدر تثبت اجريك على الارض كفنان؟ لأنه نحن في عنا إذا بدك كم هائل من الفنانين اليوم على الساحة الفنية. مظبوط. هلا حكينا كتير بهالموضوع، يعني دائما هالموضوع هو شاغل الناس هلا، إنه نحن وقتنا وزمننا كتير صعب. يعني صح إنه صار سهل الانتشار، بس لأنه صار سهل الانتشار صار صعب تتميزي. صح. كان وقت زمان كانوا معدودين كم قناة، كم برنامج محدد. هلا ما عم تلاحق برامج، كان في برنامج هوات واحد. مزبوط. اليوم صار في كم هائل من البرامج. هلا ما عم تلاحقي برامج، مش عم تلاحقي محطات، مش عم تلاحقي محطات غنائيه، مش عم تلاحقي اهم شيء كمان عندك السوشيال ميديا على الارض، الانترنت، الغير كله هذا الانتشار اللي صار، عصر السرعه، صار عندك صعوبه انك تبيني على الارض تتميزي. فانك تحطي لمسه بهيك وقت شيء كتير حلو، وشيء بيحسسك انك انت عملت شيء. شو يلي بيخلي الفنان بحسب رأيك وحسب خبرتك يبين اليوم؟ أنا ما بشوف غير هو شيء واحد، حب الناس. لما أنا ألمس حب الناس، يعني أنا عملت شيء دخلت على قلوبهم، هذا الشيء بيخليني أنا أثبت إنه أنا أعمل شيء جديد. يعني لو بحسب حب رأيك الصوت الحلو ما بيكفي، لازم الفنان يتواضع. الحلو هو الأساس. بس قصة التواضع هذا الشيء، يعني الناس ما عادت الناس إنه ما بتفهم بالوقت هلا، يعني ما أخذ بالكلمة. كل حدا ببيته صار بيعرف موسيقى، صار بيعرف هالشخصية من هالشخصية، كل حدا صار يميز. الإنسان المتكبر مستحيل يمشي. يعني الناس إذا ما كنتي قريبة منها وقريبة من قلبها ما حتقبلك أبدا. يعني قد ما تكون بتحبك بدك تكوني قريبة منها. إذا ما كنتي قريبة منها بحد، يعني كل يوم عم يطلع حدا جديد. زكي، أنت من الأشخاص يلي يمكن قليل لحتى نقرأ أنه أنت اسمك مكتوب على أفيش كبيرة رح تغني بهيدا المطعم الفلان. بحس أنه أنت يمكن مش هدفك هيدا، عندك هدف أكبر من هيك. أنا لما فت على برنامج هوات أنا فايت لحتى أعمل لمسة، حتى أعمل إنه شيء هيك لمسة حلوة تحب الناس، أو الناس تعرف زكي شريف.
فانا همي اول شغله، همي شيء مش انه اقول انه اعمل اسم او اعمل جلاله، انا همي انه وصل صوتي للناس، ووصل شيء من انا كنت احلم فيه، انه الناس يوصل صوتي ان شاء الله لكل بيت. وبعدين نفكر يعني انه حفله هون. هذا الشيء بصير شيء يعني بيجي مع الوقت يعني. بس انا همي اول شيء اعمل صوره حلوه قدام الناس، وثبت حالي مثل ما بتقولي ثبتي حالك على الارض. بس تثبتي حالك انت وتعملي حب الناس، ساعتها كل شيء انت ساعتها على الارض، ساعتها بصير امر سهل. والمسرح يعني طموحك توصل على المسرح، قلت لي تحت الهواء انك انت كتير بتحب المسرح. مزبوط. انا برتاح مثلا، انا كنت بستار اكاديمي، انا برتاح بالحلقات المباشره اكثر من الحلقات المسجله. يعني اذا انا مثلا عم صور، مثلا صورت من فتره حلقه بعدنا مع رابعه، ما برتاح بالتصوير المباشر اكثر ما برتاح بالحلقه المسجله، لانه بحس حالي انا شخصيتي. صح. انا بحب عفويتي، بحب شخصيتي، بحب كل شيء بوقته. فبحب انا دائما برتاح على المسرح، بحس مرتاح مع ذاتي، يعني عم اقدم شيء عم يوصل للناس مباشر. فعاد هيك انا بحب كل شيء هيك. اليوم كتار من الفنانين عم ينتقلوا للتمثيل، يعني مع الغناء التمثيل. فكرت بهذا الموضوع، خاصة انه بستار اكاديمي بيعلموكم الاساس. مزبوط. هلا بستار اكاديمي ضويلك على كم شغله بالتمثيل، بس انت ما بتعرف تطلعي ممثله من جوا. هي بدها موهبه، بدها اداره لهالموضوع يعني. فانا مش ضد الفكره ابدا، اذا بيجي حدا بيساعدني، بيحطني على الطريق الصحيح، ليش لا؟ بس انه ما فوت بشيء انه انا يرد ذكي لورا. يعني اذا ذكي بحس حالي انا بجرب، اذا حسيت حالي مش قد هالمسؤوليه، مش قد هالشيء رح يضرني لورا، فانا لا، كل شيء بيرجعني لورا. ما بدي يعني يمكن انا فوت اتعدى على شيء انا ما خصني فيه يعني. مش غلط انك تجرب الاشياء، بس جرب الاشياء تعطيك دفعه لقدام، مش تردك لورا، مش ترجعك لورا. اليوم انت مع شركه انتاج جديده. انا مع شركه انتاج جديده. مزبوط. كان في خلافات مع الشركه القديمه؟ لا ابدا كان نحن تركنا حبيا وعلى اتفاق وعلى صداقه يعني. بس المشاكل كانت ما فينا نقول عنها مشاكل، كانت قصص بالشغل يعني. يعني كل حدا اختار طريقه، وكل حدا اختار يعني مثل انه اختلاف اراء صار. هيدي كل اليوم انت مع اي شركه عم تتعامل زكي؟ انا اليوم مع شركه الميراكس تي في. نعم. هي مالكه كمان محطه ميراكس تي في، كمان محطه. و ان شاء الله هالشركه جديده. نحن انا قلت ان نحن مبلشين سوا بطريق ايد بايد يعني. انا مش معتبر حالي لا هون انا بشركه او انه اعمال وغيره. انا معتبر حالي ايد بايد، وان شاء الله بننجح سوا ان شاء الله. قبل ما يدهمنا الوقت، لان في كتير اتصالات بدنا نعطيهم مجال، بدي نحكي عن الغنية الجديدة. انت عم بتحضر غنية للجيش، جبين رجالك. الاغنية مع مين اتعملت فيها؟ واذا فينا نسمع مقطع منها بصوتك هلا على الهواء. نسمع مقطع منها. هي الاغنية كلمات والحان بلال ضو. نعم. جبين رجالك هي يعني انا ما فيك تعتبريها اغنية استقلال. انا لما رحت على اغنية لبنانية للجيش اللبناني، يعني الأغنية بتحكي عن وضع الجيش اللبناني بأي وقت، لأنه نحن مثل بتعرف الجيش اللبناني كل يوم عم يسقط الشهداء، وكل يوم عم يعني ما راح غير براس هالعسكر، والله يحميهم يا رب، والله يرحم كل الشهداء. نقول مقطع منها. أكيد. جبين رجالك بتقول جبين رجالك مثل جبالك يا وطن اللي غالي ترابك، هدية عيد استقلالك تجمع جيشك كله قبالك. جبين رجالك مثل جبالك يا وطن اللي غالي ترابك، هدية عيد استقلالك تجمع جيشك كله قبالك. بالشرف نحن قسمنا نحمي حدود ولو بدمنا، بالشرف نحن قسمنا نحمي حدود ولو بدمنا، لا تبقى الراي مرفوعة استقلال بلادي اوعى، لا تبقى الراي مرفوعة استقلال بلادي اوعى، ينمس بفتني مزروعة بتهدم عزم أبطالك، جبين رجالك مثل جبالك. حلوة كتير. سلم تمك. بناخد في اتصالات ناطرة على الهواء، رح ناخد اتصال. تمام ناطرون كتير. ألو
الو مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال. مين معي؟ اكيد. بس انا رنيم من سوريا. يا اهلا وسهلا فيك، تفضلي. اهلا فيك يا حبيبه قلبي. مرحبا استاذ زكي، كيفك؟ ماشي الحال حبيبتي، كيفك انت؟ انا بدي اقول لك انه كثير 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 بنحب صوتك احنا كثير بسوريا، لك جمهور كبير كمان. حبيبتي احلى عالم، واحلى وان شاء الله الله هيك بيعمل الامن والسلام على سوريا كمان. يا ريت ان شاء الله الله كريم، ويا ريت انت بقى تيجي لعنا على سوريا تعمل عنا حفلات كمان ان شاء الله بس مش يعني رح نعمل حرب بس. لا ان شاء الله بيجي وبتكون الامن والسلام بكل نقطه بسوريا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ويخلينا اهلنا بلبنان كمان. ميرسي كمان يخلي لي اياك يا حبيبه قلبي. انا عن جد بدي طالبه منك انه تغني لنا موال للاستاذ وديع الصافي، وما بعرف شو بدي اقول لك، يعني جد مبسوطه احنا سمعانين صوتك. حبيتي غنيته الجديده؟ حبيتي جبين رجالك؟ حبيتيها؟ جبين رجالك كثير كثير حبيناها، وان شاء الله كمان بنسمع له كمان اغاني جديده كمان، ويعملنا فيديو كليبات جديده كمان ان شاء الله. وبعد اغنيتك اللي حرقت الدنيا كمان. ما بعرف شو بدي اقول لك كمان، بس انه كثير احنا مبسوطين فيك وبنحب صوتك. الله يخليك يا حبيبتي، وشكرا للحلوه اللي عم تستقبلك. اهلا وسهلا فيكي. رنيم انت مره رسمتيني صح؟ لا غير رانيم. لا مو انا معناتها ما بكون خربت. انا قلت بتصيب او ما بتصيب، فشلنا. شكرا لاتصالك.